عسلامة عسلامة، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم فيديو جديد، فيديو بدينا في تحضيرات رمضان بشوية بشوية، مانيش باش نعمل يعني ورا بعض والسلسلة، أما ريت اللي عندي نحاول إني نعمل بيه باش هكاكا ما نبقاش يعني في آخر لحظة وأنا موجود. ديجا ما عادش مازال برشا معناها رمضان هاو قريب يجينا، إن شاء الله يا رب يجيبوا على خير، لا فاقدين ولا مفقودين. وكهو كل عادة ولا لا تقطعنا عادة كيما كل عام نحب نحضر هكا حويجات في الفريجيدير باش منها تسهل عليا ال- الحركة، ومنها كيف نبدا مانيش كل وقت الكل نعدي في الكوجين، ومنها واحد يلقى ما يطيب، فهمت، يبدا عنده أفكار هكا يلقى ما يطيب. ما كنت تعرفوا هو رمضان شهر الطبيخ والشاوي وكل واحد، وانا راجلي يحب الحاجات هذوما اللي بالدجاج. باهي شوفوا انا عندي صدر ونص دجاج بالضبط، فهمتوا. شريته البارح في بالي باش نخبيه، وبعد تو كي نكمل نشري سكالوب نجبد كل شيء مع بعض ونقد. بعد فكرت اللي الدجاج ملزمش تكنجلو، وبعديك تمد عاد تنحيلو الثلج نتاعو وتقد. وليت حطيته في الصحفة هذيك، حطيت في الماء وحطيت خل ما حليتهمش الحق الساشيات، فهمتوا يعني في الفريجيدير اللوطة حطيته، والصباح قمت باش نقدو. هما صدروا نص دجاج، ومن الدجاجة عندي زوز كملت الافخاذ مش فخاذ، فهمتوا. باش نعمل كعابر البنادق هذوكما، نعمل زوز اشكال الكبار والصغيرين وهاكم. والله يا البنات يجي فيهم بنا بنا، اجربوا الطريقه هذه وتفكروني، راهي بنا 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 مش عاديه. اول حاجه حطيت قصيت بصله متوسطه، قصيتها جويده باش هاكا ما تبقاليش فيها القش كبار، مع اللي كي نفرم كي نفرم الدجاج ما تبقاليش فيها القش كبار. نحكي على البصل شويه معدنوس، شويه مش برشا، انا عندي المعدنوس مغسول في الفريجيدير. ولهنا باش نبدا نقص في الدجاج. انا اللي عندي صدر دجاج ماهوش سكالوب داند، معناها صدر دجاج، صدر ونص عندي، وانا قلت لكم شويه من الفخار حاسيلو. باش نحط لهنا كيما قلت لكم هذوما هم تاع الفخار هذوما، باش نقصهم نقص المهم جويدين، نعاونها باش هي معناها باش تسترحي لي بالساهل وما يصير لها شيء الهشوار نتاعي. شيء يخوف والله. شريتها نهار الاول في رمضان، هذه عامناول كانت تتفكروا، جابها لي راجلي وقتها في مايتيك عاملين سبيس نت، عاملين فيها بروموسيون، خذاها لي سيت سبيس نت. كانت تعرفوا فما سبيس نت وفما مايتيك. تليفوني انا هذا شريته من سبيس نت، زاد التليفون اللي قبله من سبيس نت. عرفتوا تعملوا بروموسيون، تنجموا تعمل ليفريزون هي، وفي نفس الوقت تنجم تمشي تشري من غادي ديريكت من الشرقي. فما في برشا بلايص، اما هاكا فما سيت زاده في الجوجل، تحط سبيس نت يطلع لك، تحط مايتيك يطلع لك، الزوز كيف الزوز بحث بعضهم في الشرقية. نحكي على بحذانة هذوم اللي نحكي في تونس معناها. فما في سوسة، فما في برشا بلايص هو وانا نقضي من هذه. اول حاجه ديما تعمل بروموسيونات. مثلا انا نشري كاسكا كنت قبل من حانوت بحذايا من هنا اللي يبيع الاكسسوار متاع التليفونات، نشريها ب50,000. نشريها انا من مايتيك اخر مره كي شريتها ب14,000 بروموسيون، والله العظيم خير من هذيك بألف مرة. هيك تو قاعدة عندي. ريتوك اللي يبدا لازق في الدجاج، رغم اللي والله يا البنات نغسلو مليح بالقارص ونفخ ونعملو بالخل، وديما كل هذوك ما بعد ما تكمل تنفخ يبقى فيه هاك اللي يبدا كيما الشحمات، وما ما نحبوش انا هذاك. المهم نحاول اني ننجر الصدر الكل كيما قلت لكم ونقصه جويد و- ونحط كيما العادة هذاك راهو أبيض من الخل، حتى الخل في في الماء كيما قلت لكم هو يبيض، حتى كي تحطوا القارص زادا يبيض الدجاج ويولي ما عادش كلي يتلعبط في يديكم. انا والله انا راني ما نمسو الدجاج ومن طيب بيه الا ما تتنحى كتلعبط اللي فيه هكا. دو هكاك هذيك هذي حاجة حطيتها في راسي، نفخ في القارص وخل وزيت قارص، وبخلاف اللي ما نحطش الماء من اللون، نحط قارص صافي وبعد نحطها هكا. هذايا غير قلت لكم كي خليته في الفريجيدير انا من اللون حطيته شويه دوب ما بدا يكنجل. تفكرت اللي هو ما يلزموش يتكنجل، وليت جبت حطيت في الماء وحطيت فيه الخل باش هكا قديته اليوم. هو ديجا يعني معناها هو مش باش يتخبى كيف ما هو، تو نقول لكم كيفاش. يعني ما يصير حتى شيء بقدرة الله، خاطر انا البنادق كي نعملهم نطيبهم
جوست شطرت طياب فهمتوا، باش هكاك نتهنى إني الدجاج ما جبدتوش وعاودت رجعته للكونجيلاتور، وفي نفس الوقت تشد لي الكعبة كيف ما هي، كي نجبدها من الكونجيلاتور تتفتفت لي. أنا جربت عملتها، معناها عملتها بلاش نشطر طياب هكايا، ما تطلعليش باهية الكعبورة، معناها تبدا ما تجينيش باهية. باهي لهنا باش نبدا نفوح أنا. شوفوا ما نرحيش معناها سكالوب بعد نجبد نفوح، لا نحط البصل معدنوس نعناع، نحط الدجاج، نحط تابل وملح وفلفل أكحل وشوية كليل وزعتر وكركم وشوية فلفل زينة. أنا اللي عندي فلفل زينة حار باش نحط شوية برك معناها كي يبنن وكهو. هذه هي أنا ديجا هذم هما اللفحات اللي عندي، ونحطهم هكا في كل شيء. يجوا والله بنة 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 ماهيش عادية. أنا المحل ما عنديش فكرة على الفحات الآخرين، ما جربتش معناها أنواع آخرين. فح الدجاج جربته المخلط هذاك، راس الحانوت اللي ما جربتوش حتى مرة، الكروية إيه السلطة مشوية والله، وشريت فلفل زادة باش نعمل شوية سلطة نخباها باش هاك نهار اللي نبدا ما عادش عليا وقت ولا ما لقيتش فحم ولا هكا كان نبدا عندي سلطة مشوية كونجيلي. تعرفوا ما شاء الله اليوم عنا ريح 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 ما شاء الله، رو ريح تبارك الله، وزيد معاها مطر ما نحكي لكمش. هكا ادم لكمته كل عصبانه وهزيته للروضه باش خاطر عندي برشا قضيه اليوم والله كما جيتش الدار خايضه وعندي قضيه. رغم اللي هاكم ريتو في فيديو البارح نظافه الدار، ما والله خايضه. الصابون شيح باش نتوي، بيت النوم يلزمها تنظيفه، الصالة باش نلمها، والكوجينة صبحت لي البارح طيبت مقلي ما نحكي لكمش عليها كيفاه. رغم اللي والله لا خليت معون بعد ما كملت الفطور، طيبت وغسلت المعون وقعدنا نفطروا يعني لصحنا هذوك ماما. المعون 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 به لهنا مشيت رحيته خاطر انا ما عنديش بريزات راني في الكوجينة، عندي بريز واحد برك حتى في الفريجيدير، وليت نخاف على الفريجيدير بنحي يرجع البريز لا تتحرق لي. ما عادش نحيه البريز هذاك من نتاع الفريجيدير ونهز. عامله بيت ادم فيها بريز حتى مشيت رحيت فيها. المهم ما حتى شي، حتى الفور والله حطيته فيها هي فارغه ما فيها شي، فيها الكلاص نتاعو وال يعني والش اسمه هي الكوافوز اسمه، وفازات وديكور نتاعو وحاجات، يعني فارغه ما فيهاش حتى فيها الفور فيه بريز وحتى كي نرحي حاجه نمشي لغادي نرحيه. ولهنا باش نبدا نكعبر. اول حاجه تحبوا تحطوا زيت ولا تحطوا ماء، انتوا واش تحبوا معناها دبر ريوسكم معناها. انا حطيت ماء خاطر انا عندي صوابعي فيهم الصقعه والا الحساسيه من الجفاف. بالحق ما فهمتش انا شنو بالضبط. جاتني العطسة مشيت عطست ورجعت لكم قلت لكم ما نعرفش بالضبط، لا جفال من من الصقع خاطر هما منفوخين وحمر، وبالاخص كي نحطهم عاد في الماء في الجفال عاد خفتش نحط الزيت يزيدوا عليا يقعدوا ياكلوا فيا من خاطر يسخنوا اليدين بالزيت، وانا كي يسخنوا دايما نحكي لكمش يصير فيا. باهي من الأول كنت خلينا نعمل كعابر كبيرة في بالي باش نعملهم كعابر كبار وكهو، بعد في الصحن الثاني مش هذا والله ريتو هذا صدر ونص ما شاء الله والله طيح لي خيرات ربي. صدقوني ما همش صدر ونص، صدر يعني صدر وشوية هو، والله صدر وشوية أقل من نص وكزوز فخار قولوا صدر ونص ميسالش. طيح لي كونتيتي هذه. تو أنا بما أني باش احنا في رمضان معناه أنا نحكي على روحي، نعدي هوكا في داري وفي دار حماتي، يعني نجم نهار بنهار، نهار يجيوني نهار نمشي انا هما نسكنوا نحنا فوق بعضنا ولا اللي هي معناها هذه شو نعد ليا ولدار حماتي. باش نهز لاختي شويه، اختي علاش ما قلتش امي خاطر امي رمضان بحذ اختي، امي واختي زدا كيف يسكنوا فوق بعضهم، تعدي رمضان مع اختي باش نهز لاختي منه شويه. انا بالذات هذه الكعابر بالذات وين نعمل منها لازم نهز منها نذوق منها امي واختي لازم. اختي الاخرى تسكن في بنزرت بعيده عليا، والله لما نتقابلوا كان في المناسبات انا وياه. تو عندي يمكن عام، يمكن عندي عام ما ريتهاش. شنو هي المناسبه الاخرى يظهر لي ملي روحت امي من العمره ما شفتهاش. ديما عكس بعضنا، ديما نمشيو للدار عكس بعضنا، ما إن كنا باش نتقابلوا هكايا في الدار اللي انا واختي عباره هي مسافره لبرا وانا مسافره في بلاد اخرى ما نتقابلوش. لا اللي ريتها في الصيف والله ما نسيت وقتاش اخر مره نسيتها والله، هاكا نحكيو بالتليفون وكا. لهني به كان تحبوا تخبيوهم يا البنات البرا مش في الفريجيدير، في حكة بالنار تحطوا قد الزيت قد الماء في الكسرونة، قد زيت قد الماء، وتحطوهم يطيبوا لين يقر الماء يقر زيت وينشح الماء ويقر زيت الكل
يبدا البنادق في الزيت، فهمتوا؟ وتصبوه بزيته في حكة بالنار يبقى كيف ما هو لبرا من غير ما تحطوا في الفريجيدير مريقل. بما اني انا مانيش باش نحط مش باش نضيع الزيت الكل في هالبنادق هذوما، وكما العاده نعمل ايش نعمل، نحط ماء وزيت يسخنوا على الغاز شوي شوي، ونحط نبدا نسقط بالكعبه. دوبا ما تشد ريت تشترطي دوبا ما تشد بعضها هكا الكعبة نخرجها، نحطها في صفاية هكا تحتها صحن، نخليها لين تبرد كومبليتمون، تبرد نهائي. صدقوني نهار بنهار هذيك من الحداش حتى تكشي للأربعة متاع العشية باش أنا حطيتها في حكوك تهنيت لأنها بردت. وقتها خبيتها تقعد بنينة تشرح تعمل 66 كيف. هذوما بالنسبة للبنادق حاجة وارتحت منها. بالنسبة للجلبانة عندي انا زوز حكوك جلبانه باش نزيد هاني شريت كيلو البارح كيف باش نفصل ونخبي، وهي ديجا موجوده في رمضان الجلبانه، يعني مش باش تتقطع معناها. اما هو واحد يخبي حويجه وكهو سبحان الله. انا والله كانت ما جيتش هذا عدت لي 3 جمعات الفريجيدير مكسره، راهي مليان الفريجيدير بالجلبان، مخبي في برشا مخبيه برشا حاجات، راهو الحمص نتاعي منفخ مخبي وطايب حتى برشا. اما الله غالب وقت اللي تكسرت لك الفريجيدير قعدتش انا مونك به لهني، حطيت كما قلت لكم الكعابر وبعديك حسيتهم كبار وقلت خليني نصغر فيهم شويه باش هكاك كي يبداو يتحطوا في المقرونه ولا في برقه اللوبيا هكا يظهروا محلهم. وانا راني منطيب بهم شيء كان يا مقرونه يا مرقه لوبيا، اما يبننوا فهمتوا يبننوا وهما ببعضهم بنين ومحلاهم وبنين على الاخر وقدو ما يحبهم معناها. هذوم انا نموت عليهم، راني ديما نشريهم وديما نطيب بهم. اما متاع الدار بنين زد على الاخر ونحبهم. وخاوك تعمل حاجه نظيفه على يديك تبدا متاكده من الدجاجه نظيف شنو حاطه فيه شنو مش حاطه، فهمتوا هكاك. ونحطو يغلي كيما قلت لكم راهو اشتريت ياب ماهوش طايب كامل باش هكاك. آه لا اله الا الله محمد رسول الله. جربوا البنات وتفكروني انا هكا نعمل كل عام وتتشوفوا قداش طيح لي ما شاء الله. وكذاك الصحن الثاني وريتو هذاك يعني باش نزيد خاطر حسيتهم كبار الكعابر وكي تحطوا في الماء ما يزيدوا يكبروا هما باش نزيد نقص فيهم شويه. يعني تصوروا انتم زوز صحن ونص من هذاك طيح لي تبارك الله خيرة ربي يكمل لنا انا وحماتي. اقتنعتها هي ريت كي نعطيها انا مساسه كي نعمل نهزلها راهو تقول لي انتي طيب وجيبي منه. فهمتوا كيفاش طيبي انتي وجيبي لنا منه. عندي سلفي ما ياكلش البنادق نتاع الشارع كي قلت له هذايا ماهوش تاع الشارع انا عملته مذوقهم تشوف اني بنين ولا مش بنين. والله يعجبوه هذوك يذاقوا على هذاك. هو كان كي شفت الكعبة كتيب كيفاش تولي كبيرة أو كان نجموا الكعبة الكبار ما نعرفش شو نعمل بها بالحق بتاع ربي جوني كبار هاكم ريت أقل من العظمة بشوية. الآخرين كي لا جاوني هذا كبار قلت لا سيري ستوب عندك عط غادي لازمك تنقصي في الكبر لازمك تشدي فرا. هاكا هاو تويكا باش نبدا نقص ريتو الكعبة نقسم فيها على 2 باش نولي هاكا بالمغرفة نتحفنها هكا شوية ونحط ديريكت في الماء ما تتحلش هيك كيفاش تولي تحفونة بحلاها. النعناع نحس فيه حاجة لازمة في البنادق هذوما هو والمعدنوس والبصل بلاش بهم ما يجيش بيهم. ماذا بيكم زيدوا كثروا شوية انتم الكونتيتي نتاع الدجاج زيدوا. انا حطيت شوية معدنوس انتم زيدوا شوية معدنوس يجيكم خير وابا وكهو. شفتوا باش نطيح منهم كما قلت لكم خيرات ربي وهاتوا تشوفوهم في الاخر كيفاش. حبيت نخليكم الفيديو كيف ما هو معناه باش تشوفوا كيفاش. لاني انا راني نصور نسيت اسمها هي ترايبود ولا تريبود. المهم هي نتاع تصوير اما مش رينج لايت مش اللي فيها دورة هذيك الاخرى اللي تقف بالساقين اللي عندي انا صغيره نتاع رخامه فهمتوا معناه نتاع هكايا حاجه كيما هكا. نحب نشري واحده ما لقيتش مشكلتي ما عرضونيش وما لقيتش نشري واحده كبيره نصور بها من البعيد فهمتوا تبدا طويله هي 1.5 متر اقل حاجه 1.5 متر. ما لقيتش يا البنات ما لقيتش. عندي الرينج لايت في ساعه تتكسر وهذه ترايبود ما تصورش من بعيد على خاطر هي مترو طولها معناها ما هي حتى كي تكبر تولي مترو.
إن شاء الله فما كشفك اللي سيت نتاع شيئين وعلي بابا وإحنا لهنا ما يوصلوش، فما اللي يجيبوا من برا. والله هاني باش نشوفها نستنى فيها الطفلة وقتاش تحل الكوموند باش نوصيها يوصلوا مع نتصور هي باش تحل كوموند الحوايج العيد هكايا ولا نتصورها توصل لي في وسط رمضان ولا آخر رمضان مش مشكل. نشوف كيفاش. المهم ريتو يا البنات اليوتيوب عمل فازة جديدة. مثلا تحب تعرف شكون يتبع فيك ما يتبعش فيك كي بصمت قاعد يجز في أخبارك بصمت نجم تعرف شكون. يعني تنجم تعرف بالإيميلات تدخل يعني ولات أنني نجم ندخل نشوف شكون اللي يتبع فيا وما يتبعش بالضبط فهمتوا. فكرة جديدة هكا والله تحسي روحك مشهورة أنت ترى روحك معناها ما يعرفك حد وليه بالعكس هكا. ربي حابب فينا خلقه يا رب. لأني سكرت الغاز وهي تمسخ لي الغاز يعني عليت له بالغلط في عود نطفيها عليت له يا أخي فاضلي وتكبلي شوية منه على بسم الله على الغاز بيس هاب. شفتوا ما شاء الله قديش طيح لي خيرات ربي والله خيرات ربي. أنا قبل كيما قلت لكمش نعطي منه لأختي ولينا ولحماتي وديجا هما راهو معناه أكيد مش كل يوم باش نطيب بيه ولا ما مريرة في الجمعة هكايا واحد شي يبدل هكايا الجو يعمل منه فهمتوا أما تبارك الله طيح لي برشا. هاكا ولهنا خليته على جنب باش نغطيه ونخليه يبرد كومبليتمون نرجع له العشية نجيب الحكيكات نتاعي. انا راني عندي الحكوك نتاع الكونجيلاسيون المربعين والله اللي من شفتو عملي ولا على قد بشريط ما عندي شيء انا السنة وينهم ما ندروش ما نعرفش ما عندي حتى لم حتى فكرة. فما اللي هزهم راجلي معاه حطلو فيه فطور في الخدمة ما يرجعهم ليش يعلم بهم ربي وين مشيو. والله اليوم السوق عنا خرجت بالذمة وصلت ايدا وهبطت ديريكت للسوق ما لقيتش نصابة ممكن بالهواء من المطر ما نصب حد كان انا ندور في الشارع نلقى روحي روحت نجري عشان حتى الصغار وحدهم يعني البنادق الصغار وحدهم والكعابر الكبار وحدهم. باش هكاكا كي نبدا نطيب نعرف وكتبت عليهم الحكك من برا من الاول حطيت في الحكة صغيرة يا اخي ما تسكرتش هذيك وليت باش ندقلهم الحكة اكبر. تقولوا لي علاش حاطه ساشي والله ما نعرفش اضمن انا هكاك كي نخبي مثلا دجاج باني ولا كوردون بلو ولا بنادق راني من المستحسن اني نحط كي حاجه من اللوط اكيد ما نحطش بابي فيلم خاطر يبدا انا نجبد ويجبد معاي يحمصني بالفارغ نحط كي ساشي على الاقل نحطها تتحط وكا. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم فيديو اليوم ان شاء الله تاخذوا فكره وان شاء الله تجربوها وتعجبكم ما تنساوش قولوا لي في الفيديوهات شنو تحبوا نعملوا اخر. انا عندي في مخي شويه باش نعملها باش نعرف شو باش نعمل اما انتم زيدوا قولوا لي. المهم ما تنساوش تعملوا لي لايك وبرشا كومنتات واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس وهذا هو فيديو معاكم اليوم وهذا هما البنات معاي اليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. شفتوا يشهيوا ما شاء الله كنت لو فيها مع الدوس وبصل ونعناع هذوكما هكا هو شو نوريكم الحجم ما بيناتهم هذم هما نقول لكم في الامان وباي باي.